وينضم إلينا من القاهرة الصحفي محمد محي الدين، ومن غزة مراسلنا محمود عليان. أهلا بكما. أبدأ منك محمد، يعني لو تطلعنا على أبرز ما يرد بخصوص كل هذه اللقاءات الدبلوماسية والاتفاقيات ودور القاهرة فيها. بداية لقاءات الوفد الفلسطيني مع عدد من المسؤولين المصريين والتي تمت الأمس الأحد كانت لبحث استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ومن الخطة الأمريكية بشأن غزة. كذلك تم التأكيد على ضرورة استمرار الجهود ومواصلة هذه الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كان أبرز هذه اللقاءات مع وزير الخارجية المصري وكذلك مع مدير أو رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، وتم كذلك التأكيد خلال هذا اللقاء من وزير الخارجية المصرية على ثوابت الموقف المصري الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. هذه الزيارة تأتي كذلك تزامنا مع حديث عن قرب فتح معبر رفح من الجانبين وفق المحددات المصرية، والتي طالبت بأن فتح معبر رفح يجب أن يكون من الجانبين، ووفق هذه المحددات أيضا أن يكون في الجانب الآخر من معبر رفح إدارة فلسطينية. وربما زيارة الوفد الفلسطيني تأتي في إطار هذه الترتيبات، حيث ما صرحت به مصادر لسكاي نيوز عربية بأن الوفد الفلسطيني أو السلطة الفلسطينية تحديدا سوف يكون لها دور إداري على المعبر تحت رقابة من بعثة الاتحاد الأوروبي، وهذه الآلية التي كان يتم العمل بها في عام 2005 ووفق اتفاقية المعابر. هناك استعدادات أخرى تجري على الأرض فيما يتعلق بالاستعدادات للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وتحديدا في مدينتي العريش ورفح. هذه الاستعدادات اللوجستية من استعدادات الفرق الطبية وكذلك الفرق الإغاثية لإدخال الكم الأكبر من المساعدات مع بدء تنفيذ هذه المرحلة، بالإضافة إلى استعدادات لاستقبال الجرحى والمصابين. القاهرة تستعد قريبا وفق ما علمنا للإعلان عن فتح معبر رفح من الجانبين، ومع هذا الإعلان سوف يتم استقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين في عدد من المستشفيات المصرية، وكذلك عودة الآلاف من العالقين الغزيين الذين علقوا منذ بداية هذه الحرب، علقوا في مصر ويرغبون في العودة مرة أخرى إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. ربما الحديث عن معبر رفح يأتي كذلك تزامنا مع اتصالات مكثفة أجراها وزير الخارجية المصري للتأكيد على الظروف القاسية التي يعانيها قطاع غزة وأهمية إرسال كم كبير من المساعدات في ظل هذه الظروف الجوية غير المسبوقة التي يعاني منها قطاع غزة، وكذلك ما أدت إليه من وضع إنساني كارثي وفقا لما صرح به وزير الخارجية المصري. فهناك رغبة مصرية تتعلق بتكثيف حجم المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة في الفترة المقبلة، بالإضافة بالطبع إلى الاستحقاقات الأخرى المتعلقة بالمرحلة الثانية، وهو تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية سوف تقوم بإدارة قطاع غزة إلى جانب انتشار قوة الاستقرار الدولية التي تطالب مصر بالإسراع في تشكيلها. طيب، أتحول إلى محمود عليان مراسلنا